مساء الخير يا حاج احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزينك معانا 5 دقايق يا حاج احمد. ليه؟ ايه؟ عايزينه في ايه؟ ها؟ عايزينه في ايه؟ هو احنا ناقصين؟ مش كفايه اللي راحوا؟ احنا مش ناقصين هم يا ناس. ابوس ايدك اهدى بقى يابا، لا اله الا الله. 5 دقايق اروح معاهم واجي على طول، والله العظيم لا اتعشى معاك. طب استنى اجيب لك جاكيت. يا ست استني انت، انا هروح واجي على طول، لا اله الا الله. ايه اللي بيحصل لينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟ استغفر الله العظيم. سميحة الحقينا يا بنتي بشوية مية. حاضر حاضر يا حاج حاضر. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا حاج احمد؟ ما تجمد يا راجل، انت بتضايق من حاجه؟ لا العفو، هتضايق من ايه؟ بس هو في الحقيقة الواحد يعني لو هيقعد 10 سنين يقعد، بس يبقى عارف بعد ال10 سنين هيروح فين ويعمل ايه. طب واحنا لسه كملنا ال10 سنين؟ يا فندم 10 سنين زي 10 ساعات، بس الواحد يعرف ايه الحكاية، هو في ايه المطلوب منه. الظاهر بقى انك زهقت مني. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا بقالنا قد ايه قاعدين مع بعض؟ والله يا فندم احنا قاعدين من الساعة 9 امبارح بالليل، دلوقتي 8 ونص الصبح تاني يوم. ولحقت بسرعه كده تتخرق مني يا حاج احمد. والله انا يعني سامحني مش عارف ارد على سعادتك اقول ايه بالظبط. ما تنساش ان انا قاعد زيك. انت قاعد على كرسي وانا قاعد على كرسي. انا بالنسبه لك قاعد على مكتبي، وانت بالنسبه لي قاعد على مكتب. يعني مفيش فرق. ما في فرق. ايه هو؟ ان سعادتك ان شاء الله كمان 5 دقايق او 5 ساعات هتروح بيتك بسلامة الله، انما انا بقى هروح فين؟ كلها ساعتين وتبقى في بيتك، بس تقابل الاول السيد وكيل النيابه. ربنا يستر. اصل ال5 دقايق بقوا 10 ساعات، الساعتين يبقوا قد ايه بقى؟ وفي الآخر الدولة هي اللي طلعت خسرانة، لأن الفلوس والمدخرات ما راحتش للمكان اللي كان المفروض تروح فيه. انتوا برضه دخلتوا لنا في مشاريع تافهة. رحت اشتريتوا مصانع جاهزة، مصانع ثلاجات ومعلبات. مش كلها استثمارات ولا ايه؟ مش بكل الفلوس، بنسبة زكاة المال بس. وانت طبعا سيدي العارفين ان مصر بتعاني من العجز التجاري، يعني بنستورد اكتر ما بنصدر وبنستهلك اكتر ما بننتج، والحل الوحيد للبلد دي هو الانتاج، والانتاج يعني استثمارات، والاستثمارات يعني مدخرات، والمدخرات راحت فين؟ خدوها بتوع توظيف الاموال، ودي بقى كانت اكبر ضربة للاقتصاد القومي. انتوا حتى رفعتوا اسعار السلع الاساسية، الحديد واللحمة والذرة، وجاي بعد كل ده تقول لي ما عملناش حاجة؟ بس تعرف أنا زي ما بدينك بدين الحكومة. أنت بتبص لي كده ليه؟ لا لا والله يا فندم انا معجب بسعادتك جدا. ليه بتدين الحكومة ليه؟ لما يبقى فيه واحد بدماغك اللي زي السم دي والحكومة ما تعرفش تستغله، يبقى حكومة غبية أقل ما فيها كانت تطلقك على اليهود يا أخي تقلبهم. والله العظيم انا ما كان عندي اي مانع اشتغل لحساب الحكومة واقلد ابو اليهود. طب وإيه اللي منعك؟ الروتين اللي تحس انه قرار جاي لك من الباب العالي، لا حاسس ولا فاهم ولا شايف حد. قرار يوقف الاستثمار، يشل العقول. إزاي بقى؟ سكة الاستثمار في البلد دي كل خطوة فيها مشكلة، وكل مشكلة تخليك تتحايل على القانون أو تتجاوزه كمان، وكل خطوة عايزة قرار يا يتقابل بالرفض يا يتقابل بالموافقة. في الأول أو في الآخر مش مشكلة، كل الأبواب ممكن تتفتح، كل الأبواب ممكن تتقفل. مفيش أي فرق. مفيش مستثمر واحد يعرف يحط خطة لقدام ولو يومين 3، لأن مفيش شيء مستقر. الشركة اللي عايزة سنة عشان التأسيس أو الإنشاء بتاخد لها 3 سنين وتقول لي استثمار. هو في ايه يا حبش؟ ايه اللي بيجرى لنا ده بس؟ محمد الحلو كانوا الاسد اللي كان بيربيه. اخواتك رايحين يحطوا صوابعهم في بق السبع. انت شمتان فيهم ولا ايه يا حبش؟ معقوله مديحه؟
معقول انا اشمت في اخواتك؟ دول اخواتك دول صحاب فضل عليا، بدليل ان امنوني عليك وانت اختهم. وعلى يدك يا مديحه، على يدك. انا كنت دايما بحذرهم، اقول لهم بلاش تلعبوا مع الحكومه، بلاش. قالوا لي 5 دقايق وانا بغبائي صدقتهم. فعلا غباء. شوف اتعاملت معاهم قد ايه، ومفكرتش برضو ان هما ما بيعملوش حساب للوقت. 5 زي 10 زي 20. انا اتخطفت يا معلم. لا هما تلاقيهم بس حسوا ان انت وحشني شويه، وان انا قاعد لوحدي كده حاسس بالوحده، قالوا جيبوك بقى عشان تونسني. على فكرة ابوك خايف اوي ومرعوب اوي اوي اوي. هو ابوك رجليه ممكن تيجي في الموضوع ده يا احمد؟ طبعا. هو مش مربوط معانا في نفس الحبل. طب وبعدين يا ابو حميد، احنا ايه هنسيب الدنيا ورا ظهرنا ولا ايه؟ الدنيا هي اللي سابتنا يا محمد. دول فصلوا لي قانون عشان يجيبوني هنا. سلام. دول عايزين يحطوا ايديهم على كل حاجة يا محمد. ما ينفعش تلعب مع الحكومة، هتبقى ضعيف قوي 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 قوي. مش هل ما كنا ساعدناهم ووقفنا جنبهم وساعدنا رجالتهم؟ هي بقى دي يا معلم العكة اللي احنا عكناها. انت عايز تلعب مع الحكومة العب، بس ما تكبرش عليها. طب والعمل يا ابو حميد؟ لا ما تتخضش قوي كده. ما تنساش برضو انك انت عندك 188 ألف مودع. لما يعرفوا بقى ان الحكومة عايزة تقفل عنهم الحنفية اللي بتنزل لهم مش مية، لا دي فلوس. تصور كده ايه اللي ممكن يحصل. ايه اللي في ايديهم يعملوه يعني؟ حاجات كتير قوي. يعني ايه الحكومه هتقول لهم ان الريان سرقكم ونصب عليكم، هم بقى مش هيصدقوا؟ ايوه، لانهم عارفين ان الحكومة بتضحك عليهم وانها عايزة تقفل في وشهم باب الجنة. يا سلام. طب الحكومة طول عمرها بتضحك عليهم. طب والناس اللي قدموا بلاغ عند المدعي الاشتراكي والاموال العامه دول كمان مش مصدقين ان الريان سرقهم؟ دول قلة مندسة مزقوقين علينا، انما المدعين الحقيقيين اللي بجد لا طبعا ما يعملوش كده. ما تزعلش مني يا احمد، انت غلطان. المسألة مش بالبساطة زي ما انت فاهم كده. انت لو دخلت السجن وقعدت مع نفسك بهدوء ورا القضبان هتشوف الصورة مختلفة، مش هتقول كده. على رأي ابويا بينها قفلت زي الضمنة يا سميحة. قعدتي هنا شكلها يطول.